الناس الكل، ان شاء الله يا ربي نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. هاني رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. كيف حبيت نشارك معكم دبارة اليوم وصفة الافطار، ان شاء الله كان سهل ربي. كيف ما حكيت لكم في الفيديو السابق على روتيني كل يوم، لازم اول حاجه اني نظفت بطبيعه الحال الفور متاعي، وركبت الشوربه ديجا كيما تشوفوا فيها هاي راكبه حاضره قاعده تطيب. ركبتها وحدي، دونك ما حبيتش نطول عليكم برشا في الفيديو. دونك في الوقت اللي باش نخلي فيه شوربه الفريك تاعي يطيبوا على راحتهم باش نربح الوقت، دونك نمشي نحضر السلطه. واليوم ان شاء الله باش نعمل سلطه عاديه، سلطه خضر مع الخس. دونك نمشي نغسل ونحضر الخضر اللي باش نحطهم في السلطه، وان شاء الله تو نشاركها معاكم. دونك ما تبعدوش بعيد وخليكم معايا حتى للاخر. وتوا هاني باش نبدا نحضر معاكم السلطه. باش نعمل سلطه عاديه، سلطه خضر بالخس. دونك المكونات اللي باش نستعملهم، باش نسحق كعبه طماطم، كعبه بصل، قرن فلفل، وكعبات سفناريا، وشويه ثوم. بالنسبه لي السلطه لازم اني نحط فيها الثوم، مش الناس الكل يحطوه، لكن بالنسبه لي بصراحه تعطيها نكهه غير عاديه. ففي اي نوع سلطه ديما نفضل اني نحط سنينات ثوم. وسورتو الثوم حاجه صحيه وباهي برشا للناس اللي عندهم كوليسترول، سورتو مع رمضان. تعرفوا وصفات القلي والزيوت برشا تكثر في رمضان، هذاك علاش ديما نحط سنات ثوم في السلطه اللي باش نحضرها يوميا. وباش ما نطولش عليكم برشا، خليني نبدا في تقطيع الخضر نتاع السلطه ونرجع لكم. وتوا من بعد ما كملت تقطيع المكونات نتاع السلطه الكل، توا باش نبدا نخلطها في البول هذايا. دونك شويه سفناريا رابي، شويه بصل وشويه ثوم، شويه طماطم مكعبات، شويه فلفل مكعبات حتى هو، والمكون الأساسي هو الخس، حتى هو زاد قطعت مكعبات. وبالنسبة لي البنات لأي نوع سلطة ما نحبش اني نضيف الملح، هذاك علاش ديما نضيف كعبتين 3 زيتون مقطع كيف ما تشوفوا الى مكعبات. دونك هوانا منها تعطيها نكهة ومنها تعوض الملح. بطبيعة الحال نعملها عصرة قارص. نحرك المكونات الكل مع بعضها. نحطها دونك في صحن التقديم. وإن شاء الله بالصحة والعافية. وبالنسبة للوصفة الرئيسية بتاع اليوم، إن شاء الله باش نحضر معاكم مقرونة صلصة. ديجا هني باش نحضرها توا معاكم. لهني كيف العادة بديت فرمت كعبة بصل وكعبة طماطم كبيرة وسنات ثوم، فرمتهم وباش نحطهم في الكسرونة متاعي. باش نضيف عليهم مقدار لوش هدية زيت زيتونة. البنات الفترة هذه كلها راني نطيب بزيت زيتونة على خاطر كما تعرفوا صحي أكثر. وبطبيعة الحال نحط اللحم متاعي اللي هني اخترت اني باش نعملها باللحم الدجاج. تحطوا لحم العلوش، لحم كعابر، فوالا بالنكهة اللي تحبوا عليها. وباش نبدا نقلي المكونات الكل هذه مع بعضها البنات. وباش نعطيكم استيوس صغيرونه بالنسبه للناس اللي تحب وقت الطياب معناها تبدا تقلي كل شيء مع بعضها كيفي، هو انكم تضيفوا كميه ماء صغيره جدا للزيت اللي باش تقلوا فيه، باش تمنعوا الاحتراق متاعها، لانه باش ما يكونش مضر. كميه الماء اللي حطيتوها دونك الوجبه تكون صحيه اكثر، لانه يمنع احتراق الزيت. فوالا دونك ونقلي المكونات هذه كلها مع بعضها، نخليها تتقلى شويه. وكما تشوفوا من بعد ما قليتهم شويه مع بعضهم كلها في الزيت، باش نضيف لهم مقدار مغرفه كبيره طماطم معجونه، مغرفه كبيره فلفل احمر، مغرفه صغيره كركم، ومقدار مغرفه كبيره احوار والا توابل مشكله.
نخلط الكل مع بعضها، نحركهم شويه ونضيف عليهم مقدار إيترا ماء ساخن، ماء مغلي يعني. نحركهم شوية شوية حتى المكونات الكل تدخل في بعضها. نضيف لها مقدار مغرفة صغيرة ملح ونصف مغرفة صغيرة فلفل أكحل. نخلطهم بشوية ومن بعد ما حطيت لها الفاحات ولا التوابل متاعها الكل باش نضيف لها شوية حمص منفخ. نحركها شوية، نغطيها نخليها تغلي شوية ومن بعد نرجع لكم. وسايي كيف ما تشوفوا وقت اللي صوص المكرونة متاعي تبدأ تغلي نضيف لها ورقتين رند، هذه من الأساسيات بصراحة عندي. كيف زادة نضيف للشوربة متاعي حتى هي زادة ورقتين رند ونخليهم يزيدوا يغلوا. وهاني رجعت لكم توا باش نحرك الشوربة متاعي. كل مرة لازمني نطل عليها نحركها. وبالنسبة للصوص باش نضيف لها تويكة البطاطا. بسم الله. نغطيها دونك ونخليهم يطيبوا على راحتهم. وهني رجعت لكم توا البنات باش نشوفوا الشوربة متاعنا. صايي الشوربة كيما تشوفوا خثارت وطابت، دونك نقصوا عليها شوربتنا حضرت. وبالنسبة للصوص في الاخر دونك نزيدها شوية زعتر على خاطر كيما تعرفوا الدجاج يحب الزعتر. ونحط لها في الاخر زادة قرن فلفل باش يزيد يبننها. دونك نحركها شوية ونخليها تزيد تطيب قدر ربع ساعة باش يعطي الفلفل النكهة متاعها. وتوا هاني رجعت باش نشوف صوص المكرونة متاعي. سايي ديجا كيما تشوفوا خرجت الزيت متاعها. سايي دونك الصوص متاعي حاضرة. نقص عليها وكيف ما تشوفوا حطيت على جنب الماء متاعي يغلي باش نصمت فيه المكرونة. دونك باش نستعمل المكرونه هذه اللي هي روسور. ديجا مانيش باش نستعمل رطل كامل على خاطر صحيح حفظت الكميه اللي تكفينا في فطور معناها ليله في رمضان. باش نستعمل فقط 300 غرام باش نتفادى انه تبقى لنا مكرونه فاضله. ديجا معناها ننصحكم انكم تحاولوا باش تحددوا الكميه اللي تكفيكم معناها الافراد العائله الكل في فطور ليله باش تتفادوا هذيك انها تبقى لكم المكرونه والا تتلوح نعمه ربي حرام. دونك نحاولوا قدر الامكان انه نحددوا الكميه اللي تناسبنا. دونك نستنى الماء حتى يغلي ونصمت المكرونه نحضرها وتو نوريها لكم في الاخر على مائده الافطار. وكيف زاده باش نبدا نحضر كعبات بريك ان شاء الله. تعرفوا شهوه التوانسه في رمضان ديما البريك لازم يكون موجود على الطاوله. اخيرا هاني كملت حضرت كعبات البريك كيما تشوفوا. هذايا البنات راهو بريك دياري، اوراق البريك عملتهم في الدار. لو كان تحبوا الوصفه تنخلي لكم الرابط يخرج لكم في الشاشه. وتوا باش نمشي نحضر مائده الافطار ان شاء الله شايه طيبه الناس الكل. واليوم للسهرية باش نحضر جواجم. هاني باش نبدأ على بركة الله نزين الكوب اللي باش نحضر فيه. زينت الكوب بشوية صوص كراميل. وتوا باش نبدأ نحط المكونات. أول حاجة نبدأ نحط مغرفتين ياغورت طبيعي،
وبعد نحط مغرفة ونص بسكوي، هذايا بسكوي سيدة مرحي، ونعمل فوقها طبقة من الدقلة مقطعة إلى قطع صغيرة، ونزيد عليها كوش من الياغورت، كوش أخرى من البسكوي، وطبقة من التفاح مقطع إلى قطع صغيرة. نجموا تحطوا تفاح وإلا أي فاكهة متوفرة عندكم، مش شرط تتقيدوا بالتفاح. كوش أخرى ياغورت، كوش فريز، نزيدو كوش أخرى ياغورت، واخر كوش من الياغورت نعملوها كبيره شوي خاطر بعد باش نزينوها الكل بالفاكهه. وتوا باش نبدا نزين بالفاكهه، باش نغطيها الكل باللوز المبشور، وتوا باش نزينها نعمل البورتور متاعها قطع التفاح، وتزينوا بالطريقه اللي تعجبكم. باش نزينها بشويه فريز، وباش نزيد عليها شويه جوز. وهاني كعبة الجواجم متاعي حضرت، توا باش نكمل الكعبات الاخرين وتنوريهم لكم في الاخر كيفاش. وهام كعبات الجواجم سايي حضروا، اني زينتهم بالغله والفاكهه الموجوده عندي. انتم بطبيعه الحال كل قدير وقدره تنجموا تزينوا بالبنان بالكيوي على حسب الغله والفاكهه الموجوده عندكم، وصحه وبالشفاء ليكم.